إذا مشاهدينا مع وصول الفنان كاظم الطاهر اليوم كان المؤتمر الصحفي لقاء الصحفيين والأحبة وهالزيارة لسيتي سنتر ومشاركته مع الأطفال ببرنامج مباشر على الهواء. هلا مشاركته مع الكبار ببرنامج مباشر على الهواء. مساء الخير كاظم. أهلا وسهلا فيك بالدوحة بلدك يعني. شكرا. يعني بدي بارك لك من كل قلبي طلتك اليوم. قلت قبل ما تفوت واضح سعادتك على المسرح. نعم. وانت سعادتك اجمالا بتجمع ما بين الجمهور وما بين التقنيه اللي على المسرح. فعلا اولا مساءكم خير وشكرا من خلالكم. شكر للاختيار الجميل على المسرح. اختيار الإنارة كانت الهندسة الصوت كانت موفقة 100% على المسرح. أما على التلفزيون نقل خارجي إن شاء الله نفس ما نسمع على المسرح. نحن على التلفزيون كنا هون عم نتابعك. وكان هندسة الصوت روعة. فيه مؤثرات كثير يعني. وكانت عندي مشكلة على المسرح. ونار نعم. وفاير وورك. وإذا لاحظت اليوم بالفرقة مالتي في قسم يعدم كثير ما كان حاضر. ما كان حاضر؟ كان حسن قائد الفرقة ما كان حاضر. ليه؟ راحوا للحج. راح يسوون اوراق الحج وهذا ان شاء الله. فمجموعه كبيره من فرقتي. كنت خايف اليوم صراحه يعني. كنت خايف انه على المسرح لا يكون ما، بس الحمد لله الفرقه الموجوده. طب استبدلوا بحدا ثاني ولا استغنيتوا عن الآلة كلها؟ لا ساعدونا الاخوات الكورال من لبنان. واستعنينا ايضا عازف درامز من مصر. والباقي كلهم. قصي اليوم هو اللي قاد الفرقه. نعم. اليوم طلي سبور بدون كرافات؟ حسب يعني. لا يعني هي يعني شفتك بيطلع هيك قبل بغير مهرجان ومع النظارات كمان. مع الفرقه انت والفرقه. انا والفرقه زي موحد سويناها. لوك واحد صاير بتشتغلوا عليه كلكم يعني سوا يعني بتعملوا عتابه وحده انا يعجبني مع الفرقه انه اطلع مثلهم. وانا بس اذا كانت مثلا حفله طريقة أخرى مثلا مو مهرجان أو كن حفلة دار أوبرا ممكن اللبس شوية نغيره. نعم حسب. anyway حلو. بس أنا يعني هيك بيلفتني وبحب إني أعلق. بتشارك بالمهرجان للمرة الثالثة. نعم. اسمك للمرة الثانية ولا الثالثة؟ اعتقد يمكن 3 مرات انا صار اغني في 3 مرات. بس كمان بيقولوا انه عندك ذكريات بقطر. يعني انت من اوائل الفنانين اللي اجوا غنوا بالتسعينات بقطر. جيت غنيت في اعتقد في ملعب مكشوف. كان ملعب. نعم. اعتقد اول زياره كانت في ملعب. كان حفله كبيره. مجمع التنس حسب ما عم بيقولوا لي. نعم. كاظم بدنا نقول الف مبروك للي عم بيصير اليوم. بدنا نقول الف مبروك كمان لانا وليلى. يعني اغنيه اصلا بشرفنا كعرب يعني يكون في اغنيه عربيه تحتل المركز الاولى بين 10 اغنيات عالميه. بين 6400 اغنيه. وصلوا اخر شيء الى 10. وصلتوا ل 10 مرات. انا السادس طلعت. كنت انت السادس. استطلاع قامت فيه هيئه الاذاعه البريطانيه BBC. واو. يعني اللي اخذ المرتبه الاولى هو النشيد الوطني الايرلندي وكاظم الطاهر المرتبه السادسه. الحمد لله. وهيدا اغنيه عربيه لنا مترجمه ولا لا. يعني اشتغلوا طبعا من خلال دراستهم للموسيقى. نعم. على انا وليلى. فكاظم شو يعني بصراحه انا كنت في بيتي وبمصر. كنت جالس وحدي مثل ما يقول أستاذنا إنني دائما رجل وحيد. هل أنت؟ لا في الموقف هذا فقط. في هذا الموقف فإجاني الخبر عن طريق قراء في النادي في الانترنت. أنا بشروا لي الكمبيوتر عندي. فتحرك الفاكس عندي في البيت. وأنا كنت ساعتها عندي أعيش حالة شوية صعبة في الموسيقى، في المشاكل الموسيقية. وطلعتني من عالم الحزن إلى أسعد الناس. يعني بديت أقرأ شوي أقرأ هيئة BBC ما أعرف إيش المرتبة السادسة في العالم. رأسا يعني قلت هذه كيف انتبهوا لهذه الأغنية. ففعلا هذا الخبر بالنسبة لي مو بس بالنسبة لي. أنا حسيت قدمت للوطن العربي. طبعا للوطن العربي قدمت إنه هذه يعني مو أغنية تخطوطة صغيرة. صحيح. هذه عمل يعني عمل درامي صعب متكامل جدا.
وكلمات وتهنئة أيضا لحسن المرواني الشاعر اللي كتب هذا. اكيد، مع انه يعني طولت لطلعت، بس سبحان الله شو الحمد اخذت نصيب لله الحمد لله. هالاغنيه. لا عارف الواحد بينبسط زياده لانه اليوم بالهم اللي بنسمعه عند الفنانين بالعالميه. نعم. اللي بده يقلد فلان، واللي بده ياخذ لحن علان، واللي نعم. بده يترجم، واللي بده يعمل ديو مع فنان عالمي. بهم العالميه نلاقي انا وليلى كقصيد وكهم عربي. نعم. وموسيقى مشغوله من فنان عربي تحتل مرتبه سادسه بين نعم. اعمال فنيه عالميه. الحمد لله. ف... الحمد طب لله. جرى يعني الاتصال بينك وبينهم كذا، ولا بس والله حصلت على النتيجه؟ في آخر شيء تم الاتصال. حاولوا يعني يحصلوني في مصر، أنا كنت مسافر، كنت في باريس. حاولوا يحصلوني بس إنه حتى يجروا لقاء، يجروا لقاء معايا. وأنا وعدتهم إن شاء الله راح أكون في لندن قريب إن شاء الله أعمل اللقاء ان هنا. شاء الله الف مبروك. نعم. كمان الله حزت يسلمك. على مفتاح مدينه سيدني من رئيس اتحاد البلديات، وهون بننوه انه هالمفتاح اخذوا قبلك فرانك سيناترا وسيدة فيروز. نعم. يعني ما بعرف، يعني أيضا كتير انا يعني عن جد واحد بيكبر يعني قلبه أنا هون. الحمد لله إنه أجد تقدير كبير من جمهوري العربي. واعتقد هذا انا اسميه ما تعبهم ما راح بلاش في العراق. نعم. اسمي تعب جمهوري ما راح بلاش، اسمي تعب الاحياء اللي كنا نعيش فيها، اسمي تعب اساتذتي في معهد الموسيقى، اسمي هذا وقوف اصدقائي معايا، اهلي، ناسي في الوطن العربي. اعتقد هذا كله والله وتعبك انت ما راح بلاش. الحمد لله. يعني الحمد لله. نعم. هدية أنا أعتبرها هذا هدية أقدمها لأبسط شيء للبلدي. نعم. على الأقل نقدر نقول إنه إحنا عندنا موسيقتنا، وعندنا موسيقى أيضا فيها لغة أخرى. عندنا مثل أنا وليلى دراما وطرب وشيء ممزوج، يعني أنه من النوع الصعب أنا أسميه. حتى لغة الكلام يعني كثير من الإخوان في المثقفين أو البسطاء يقولوا لي هذه الأغنية تأخذنا للحارات، لشوارعنا، تأخذنا لطفولتنا، تأخذنا لشبابنا المعذب، شبابنا للطفولة المعذبة أيضا، الشباب المعذب، تأخذنا لأفراحنا، تأخذنا لدراستنا. أعتقد يمكن تستاهل هذه الأغنية، يمكن ما أعرف. نعم. إن شاء الله ألف مبروك. عم تحضر بألبومك الجديد كارل؟ ألبوم جديد حضرت من عنده مجموعة تقريبا 8 أغاني سجلت. 8 أغاني سجلت بمصر؟ لأنه الألبوم الماضي سجلت بتركيا. لا، الألبوم الماضي في مصر بس أغنية كانت صديقي كانت أوكي. في تركيا. باقي كلها في مصر. نعم. طبعا بنحكى شوي عن اهتمامك او رغبتك او رغبه أصالة، انه هناك 5 ألحان محضرهم لأصالة، هالشيء مزبوط؟ لا، في أغنية إن شاء الله. إن شاء الله من أشوف أسمع لي. هي ما عرفت لأنه بين قوسين أصالة يعني لا ما هو أكدت الموضوع. لا في أغنية إن شاء الله، أغنية راح تحبها إن شاء الله، راح تحبها يعني. وأيضا في أغنية إن شاء الله للأستاذ محمد عبده. نعم. للأستاذ محمد عبده، يعني تقدم له لحن. نعم. للفنان محمد عبده. نعم. طب كويس، إذا ما في خلاف، لأنه انحكى إنه بمهرجان الجنادرية كاظم ما شارك بالأوبريت لأنه ألحان محمد عبده، طلب إنه هو يلحن المقطع. معروف إنه أنا أغني ألحان، بالعكس بكل محبة استقبلوها، يعني بكل محبة استقبلوها، وأنا بكل سعادة قلت لهم إنه أنا أشترك في المهرجان، وأتمنى يوم من الأيام إنه أعمل أنا الموسيقى كلها. طبعا إن شاء الله. على الأقل أعمل حاجة، يعني أنا أجيهم بحاجة. نعم. من جهودي وتعبي شوية حتى أحس بالفرحة. فإذا ممكن يكون في تعاون نعم لحني مع الفنان محمد عبده. نعم، في أغنية إن شاء الله أنا دا حكملها وبعث لها إن شاء الله. كمان في حديث عن لحنين عم يتحضروا للفنانة ماجدة الرومي، وعن الشغل لديو مشترك مع ماجدة الرومي، شو صار؟ عندنا عمل أنا والسيدة ماجدة، عندنا عمل قديم أنا عاملة. وإن شاء الله بس ألتقيها، لأن أنا المشكلة السفر، كثرة الترحال يخليني ما أكون قريب من أصدقائي. ولكن إن شاء الله بأقرب رحلة إلى لبنان
حالتقي بها ان شاء الله. شو قصة لبنان كاظم؟ يعني هلا قابلت الصحفية اللبنانية وجها لوجه لو نعم. عبر قطر، نعم. يعني قصة انك ما جيت لحفلة راس السنة، وكمان والله انك دعيت إن عفوا، يعني اتمنى انه هذه ان يعرفوها في لبنان. انا وعم يحضرونا يعرفون بلبنان على جمهوري، فكرة. يعرفون جمهوري انا كيف اخلاقي معهم. انا جمهوري يعرفون لو كان حاضر نفرين اغني، يعرفون طبيعتي، يعرفون لا، اخلاقي، ومن امتى كاظم؟ يعني كاظم بيعمل سولد يعرفون اوت للبطاقات قبل اول ما يقولوا اخلاقي. كاظم فانا الساهر. اتصلوا في قبل 4 ايام كنسلوا الحفله. قبل 4 ايام ما اعرف، مم. يعني حفلة راس سنة تتكنسل قبل 4 أيام، لو تتكنسل مثلا نفس اليوم. احنا معروفين، الجمهور العربي معروفين، احنا حفلاتنا انه قبل يوم بنفس اليوم، معروفين، هذه معروفة يعني. تكنسلت الحفلات وظليت 4 أيام اتصل في منظمين الحفل والأخوان المسؤولين عن مين الحفل. منظمين الحفل؟ ما أقدر أقول، ما أعرف، ولا واحد حصلت من عندهم، ولا واحد حصلت من عندهم أبد. نعم. انقطعت الأخبار تماما وظليت منتظر. يعني حتى وجهت عتب لواحد من عندهم من أصدقائي، هو طبعا جدا، قلت له أولا لو يكون ما في جمهور قليل، أنا رجل فنان يعني أجي أغني، أنا ما راح أقول لك مثلا، إحنا ما راح تكون مسألة في المسألة الإنسانية والأخلاقية تكون أكبر من المسائل الأخرى اللي هي آخر ما أفكر فيه أنا. ومعروف، ولو تسأليهم نفسهم اللي نظموا الحفلة راح يقول لك أنا شنو مواقفي. لا، ومش أول مرة كاظم مو أول يعمل مرة. حفلة بلبنان، وشو بيعمل بلبنان؟ يعني أنا ما عندي سبب، والله أنا ما كان سببي، أنا مو أنا السبب. كاظم معلش، يعني أنا مو أنا اللي لغيتها ولا أنا اعتذرت، أنا بالعكس، أنا آخر لحظة قلت لهم يا جماعة خلوني أغني على الأقل. حتى اتصلت مدير أعمالي قلت له شوف، أنا لو كان حتى إن شاء الله يجي 200 واحد أغني لهم. نعم. بس ليش تكنسلوها؟ وين كنت ليلة راس السنة؟ من كنسلوا الحفلة ظليت ببيتي وحدي. استقبلت ال 2003 لوحدك؟ لوحدي في القاهرة. لا غنيت والله ولا العظيم شاركت وحدي في بحفل؟ القاهرة، جلست في البيت وحطيت أوراقي وظليت أعمل في الموسيقى وحدي. ليلة رايقة. أبدا. يمكن أول سنة بتقضي راس أبدا، سنة يعني حتى استغلوا فرصة وجودي في القاهرة الإخوان في التلفزيونات. لا، وعملوا لي لقاءين. عملوا لقاء قبل رأس السنة بيومين. نعم مضبوط. عملوا لقاء لقاءين، مسجل. لقاء مسجل عملوا. نعم. سجلوا لي لراس السنة حتى تنزل براس السنة. واحد نزل براس السنة اللقاء، والآخر لقاء التلفزيون المصري نزل بيوم 1 الشهر، وبتلفزيون في الأوربت أعتقد نزل اليوم 31 راس السنة كان. نعم. وكان في يعني أنا كان عندي تمني عليك كاظم، يعني من معدتي، لأن الإعلانات كانت منتشرة بلبنان بشكل فظيع. وكاظم الساهر يعني مش من باب المجاملة لإلك، يعني كان بلبنان بأي منطقة لما ينقال كاظم الساهر يعني كل الناس والله حتى أصدقائي اللي إجوا وشوفي. ليش كاظم ما بادرت إنه تعمل توضيح؟ يعني والله كمان اتصلت للصحافة على الأقل، في الصحافة، اتصلت في الأستاذ مرعي، اتصلت في الأستاذ جورج الخوري، واتصلت في مجموعة قسم ما ردوا علي على التليفون، ما كانوا يمكن مشغولين، واتصلت إنه بس توضيح إنه والله مو أنا السبب. أنا يعرفوني، للمرة الأخيرة أرجو إنه الناس أن تحكم على الآخرين بدراية. يعني أرجو أن أنا ما أحكم على آخر غائب بدون ما أعرف. خليني أعرف الحقيقة من صاحب الشأن، وبعدين أجرح لو هو يستاهل الجرح، أوجه له الجرح. لأن أنا فعلا قريت كم حديث بعض الصحافة، الإخوان الصحفيين، إنه فعلا كان فيها جرح مؤلم جدا. يعني أنا أقولها بضمير، وأتمنى يوم من الأيام أن يعملوا لقاء مع المنظم اللي يعمل الحفلة، وأرجو أن تقال الحقيقة إنه لا مريض ولا عندي شغل ولا وقعة صحية ولا في المستشفى ولا أبدا. ودائما أقولها ما أخجل، مرة تصيب ومرة تخيب، يجي الجمهور مرة قليل يجي مرة كثير. الحمد لله الآن عملنا حفلات ليالي دبي ولبنان، وعملنا في سلطنة عمان، كان من أفضل الحفلات، والناس في عز البرد جالسين، وناس برا. يعني الحمد لله أخوان صحفيين الآن حاضرين، كانوا حاضرين حفلتي الآن يتفرجوا علي وحاضرين الحفلة، وكتبوا في الصحف وكتبوا. وأنا عمري ما أعتذر من حفلة. والله أنا مرة كان والدي توفى، وكان عندي حفلة في مسرح 8000، وبنفس أيام الوفاة أنا واقف على المسرح، والناس وقفوا لي احتراما لوجودي، وقطعت لهم مسافة واحتراما لهم، اجيت. وأنا كيف أعمل؟
على كل حال المهم. كاظم انا كثير مبسوطه انه قدرت تودي رساله الليله، لانه نعم. بعرف انه كثار كمان بلبنان مثل ما بكل الاقطار العربيه نعم. عم نحضر. مبروك الدوحه، مبروك كل هالجوائز الحلوه. ان شاء الله بنلتقى بهيك لقاء بعد موسع إن ومفصل شاء الله. اكثر. دايما بشرفني لقائك الله كاظم الفاهر، يسلمك. شكرا ودايما شكرا. بنكبر بكل نجاحاتك. الله شكرا يسلمك. لك واهلا شكرا وسهلا لكم فيك. وشكرا لهالبلد. شكرا لكم نعم. احبابي.